حاجه انا تصدمت. انا اليوم تصدمت صدمه عمري. ما كنتش كنعرف بان الناس كيستغلوا الايتام والاطفال المتخلى عنهم، وكيستغلوا بزاف ديال الحوايج باش يطلعوا باش يربحوا راه ظهرهم. تخيلوا واحد البلاصه مشيت ليها ما غنذكرش الاسم ديالها، هذوك الناس اللي كاينين تما غيقولوا لي واحد البنت بين قوسين يوتيوبرز، اقسم بالله العلي العظيم كنقسم لكم بالله ما كنكذب في شي حاجه اللي كنقولها دابا، او لا باغا نخلق شي بوز ولا شي حاجه، اقسم بالله. تخيلوا باغا تحط فيديو، باغا تجي تصور دوك الدراري الصغار وتبين بانها مسكينه كتعاون مع الناس، مسكينه كتدير الخير، غتصور وقالت لهم انا ما غاديش نقدر نشري شي حاجه، نتوما اللي شريو هذاك الشيء. المهم هادشي في رمضان، وانتم عارفين في رمضان الا كنتي غادي تجي مثلا دار الايتام غادي تجيبي معاك قفيطنه جليلبات، عطا الله الخير اللي دير. قالت لهم انا ما غاديش نقدر نشري شي حاجه، انا لحدي انا غادي نحط الاسم ديال هاد دار الايتام، كنهضر مع الصبا ولكن راه ما قدرتش. غنحط الاسم ديال هاد دار الايتام، والا حطيت الاسم ديال هاد دار الايتام راه غادي يجيو يتعاونوا معكم الناس فقط. انتي مادام جايه باش تطلعي او موا ديري هذاك الفيديو اللي غادا تحطيه غتربحي عليه زباله ديال الفلوس، او موا قولي العائدات ديال هاد الفيديو نعطيهم ليكم. الا جيتي كاع نقولوا جيبي لهم قفطنه جليلبات، جيبي لهم شي حاجه زوينه كيفرحوا، اللعب عطا الله ما تجي. يلا هي باغا فابور باش اي حاجه دخلت لها في اليوتيوب تكون ربح خاص لها، ولكن ما عارفاش هذا الربح راه حرام. واش عرفتي شنو هما الايتام ولا ما عرفتيش؟ وقسما بالله العظيم ما كنكذب شي حاجه من هذا الشيء، هي فين ما كدير هذا الشيء ديال الايتام كيكون كذوب، حتى شي حاجه ما صحيحه وحتى شي حاجه ما كلشي كذوب، وكلشي داكشي اللي كيتشرى ماشي ديالها. كيف ما قلت لكم كيمشيو كيمشيو يتقداو هذاك الشيء غير على ود فيديو. علاش انت غادا باش تربحي هذوك الفلوس اللي غادا تربحيهم ورا ظهرهم عطيهم ليهم، خلي دير الخير. راه تعرفي داك الخير ديال الايتام فاش يوقف لك، يعني جيتي استغليتيهم فاش غتوقف عليك ماشي لك، يعني هذا هو الفرق.